الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون عفوي شوية. عاوز اتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي احنا شايفين ايه اللي بيحصل حوالينا الفترة اللي دي. وانا مش جاي اتكلم في السياسة، ولكن جاي اتكلم في الوعي، ان احنا نتعلم من اللي بيحصل حوالينا دلوقتي عشان ناخدها فرصة، لان ده حصل قبل كده وحصل دلوقتي وهيحصل بعدين. يعني الدنيا مش هتخلص على المواقف اللي احنا شايفينها النهاردة، ولكن دي فرصة ان انت فعلا تقعد مع نفسك وتفكر بهدوء، من غير ما تقعد يعني تتابع الاخبار وخلاص. يعني هو انت لو بتتابع الاخبار وخلاص، طبعا غير ان انت مش عارف مين عاوز منك ايه، مصلحته ايه انه ينشر لك الخبر، مصلحته ايه يديك خبر كاذب، واللي بيديك الخبر الصادق مصلحته ايه. انت لازم تفكر في الحاجات دي كلها عشان تعرف تبني تفكيرك وتبني التحليل اللي هيجي بسبب المواقف دي. فنرجع دلوقتي لمرجوعنا المهم في القصة دي، ان انت دلوقتي لو ما قعدتش وفكرت انت ازاي تبقى ذو قرار، تبقى ذو قيمة، بحيث ان الاضطرابات لما تحصل انت دايما تبقى مستفيد، او انت دايما تبقى في وضع تقدر تبعد الاذى عنك وعن المجتمع بتاعك بسبب قوتك، وبسبب الاكتفاء الذاتي بتاعك، وبسبب التخطيط بتاعك، وبسبب تفكيرك. دي اهم حاجة. الدول ما هي الا مؤسسات، والمؤسسات دي مبنية على ناس. الناس دي انا وانت بنروح نشتغل في الحاجات دي، انا وانت جزء من المجتمع. طبعا بغض النظر ان في عالم اخر بيتحكم في العالم، ولكن لما المؤسسات او الشخص نفسه يبقى نظيف وقوي وذكي ويعرف يفكر ويعرف يحل مشاكله بنفسه، القوة دي ما تقدرش تعمل لك حاجة ببساطة. يعني مش تقدر تعمل لك حاجة، لان انت تقدر تبتكر حلول وهيبقى عندك اكتفاء. يعني انت مش محتاج حد ياكلك، مش محتاج حد يشربك، مش محتاج حد يقول لك تعمل ايه، لانك عندك العلم وعندك المعرفة. والنهاردة للأسف احنا في وضع كشعوب عربية في الشرق الأوسط، احنا مش في وضع نقدر ان احنا نقطع العالم عننا، او ان احنا نكتفي ذاتيا، لان احنا ورا خالص من ناحية التقنية، ورا خالص من ناحية الانتاج، ورا خالص من ناحية الفكر والوعي والجدية في التعامل مع الاوضاع اللي احنا فيها، والجدية في التعامل مع الوقت بتاعنا اللي احنا عايشينه والايام اللي احنا عايشينها. فلما ده يحصل ببساطة انت محتاج الناس التانية. عارف لما تكون يعني رايح مكان، وطبعا الشغل بيعتمد على علاقات كتير، فما ينفعش ان انا اروح مكان ومحتاج اشتغل مع شركه واقوم متخانق مع صاحب الشركه دي. يعني لو انا عاوز ابيع منتج لشركه، ما ينفعش اروح اتخانق مع صاحب الشركه لان مش هيشتري المنتج. يعني دي فكره العلاقات. فاحنا النهارده ما ينفعش ان احنا نقطع الغرب مثلا. هل ده معناه ان انا بقول لك ان الغرب وحش؟ لا، الغرب في حاجات كويسه وفي حاجات وحشه، زي ما احنا عندنا حاجات كويسه وحاجات وحشه، ولكن للاسف الحاجات الكويسه اللي عندهم هي اللي بتمشي الدنيا دلوقتي، هي المهمه دلوقتي، هي اللي ليها تاثير، هي اللي بتاثر على مستقبلك وممكن تدمر مستقبلك. فعشان توصل للليفل ده لازم نعرف احنا اساسنا ايه، لازم نعرف ان الدنيا دواره، لازم نعرف ان انت اتولدت شايف حاجه دلوقتي، بس الدنيا ما كانتش طول عمرها كده. ده اجيال بتيجي وبتروح، وناس والافكار بتغير ومش عارف ايه. ولكن النهارده الحال اللي احنا فيه، الغرب هو من يتحكم، لان هو اللي عنده القفزه اللي في التقنيه، هو اللي عنده القفزه في التفكير، هو اللي عنده قفزه في ابتكار الحلول، وان هو فعلا ياخد الفكره ويحولها لفلوس، يحولها لنفوذ. احنا ما عندناش ده، لان احنا مشغولين بطريقه لبسهم، باغانيهم، بالحاجات الوحشه اللي هم بيعملوها. فهو بيعمل حاجات وحشه بيصدرها لك، والحاجه الحلوه هو بيقعد يشتغل عليها وينميها. الناس اللي بتفكر هنا ناس تفكيرها مرعب. يعني هو عارف ان هو بيصدر لك الوحش، وعارف ان الحلو هيفضل عنده مش هيديهولك، وان اداهولك مش هيديهولك كامل. فعليك ان انت تبذل مجهود عشان تبقى ذو علم وقوه وخبره، ان انت تقدر تاخد من المعلومات اللي عندك النهارده، او اللي انت وصلت له النهارده، وتطلع بيه بقى للمرحله الجايه، اللي هي ساعتها تقدر يبقى عندك نفوذك، تقدر تقول انا مكتفي ذاتيا بالمعلومات بتاعتي، بخبرتي، بالناس بتوعي، بكل حاجه. وانا بتكلم معاكم في اللهجه مصري، لان انا مصري، ولكن كلامي لمنطقتنا كلها. فمحدش يفهم يعني الفيديو غلط. انا مش بتكلم على شعب بعينه، انا بتكلم على المنطقه، لان المنطقه كلها هي اللي مضطربه بسبب يعني ضعفنا، بسبب ان احنا يعني متفرقين، بسبب ان احنا بنركز على الحاجات الغلط. واساس الحاجات دي ممكن يبقى ببساطه، هل انت بتدعم الشخص اللي عنده فكره؟ هل انت بتدعم الشخص المبتكر؟ هل انت بتدعم الشخص اللي جاي بفكره غير الطبيعيه؟ لا، ما انت بتموت الابتكار بالطريقه دي. ده المجتمع بقى كده بيموت الابتكار، فموت الابتكار يبقى هتموت الحلول، هتموت شخصيات مهمه جدا. عشان كده الشخصيات المبتكره عندنا بتنجح بره. ليه؟
لانه ما عندوش القيود اللي موجوده في المجتمع زي عندنا. انا شايف ان الموضوع بيتحسن، ولكن انا شايف ان النهارده دي فرصه ان احنا نبص على اللي بيحصل حوالينا وناخده بمحمل جد، ونفهم ان لو ما خدناش الامور بجديه واعتمدنا على نفسنا وعرفنا ان الايام اللي جايه محتاجه شغل اكتر عشان نقدر نعدي الفجوه اللي ضاعت علينا دي، احنا مش هنتقدم ومش هنجتمع على اي حاجه، وهنبقى دايما متفرقين، ومش هيبقى عندنا يعني روح واحده. لان خلاصه الموضوع هو ايه اساسا؟ ان لو اجتمعنا وعملنا شغل كويس صح مع بعض، هيبقى في خير كافي للجميع. فمش هيبقى حد حاقد على التاني، مش هيبقى حد شايف ان التاني احسن منه، ويتعالوا على بعض ما بين بعض. المفروض احنا كاخوه ما نتعالاش على بعض، وده احنا بنشوفه. وعلى فكره في حاجات بتحصل اونلاين على السوشيال ميديا هدفها التفرقه، فنخلي بالنا من ده برضو. خلاص يعني الجيم ادم، يعني عدوا يا ناس، نروح المرحله الجايه بقى. المرحله الجايه محتاجه جد، محتاجه تفكير، محتاجه ابتكار. فازاي نوصل لده؟ لازم ده يصفى، لازم ده ينضف، لازم ناخد الامور بجد. فتاني الفيديو ده انا عارف ان هو خارج عن شويه عن اللي احنا بنتكلم عليه، ولو انه في نفس المسار، مسار الوعي والتوعيه، وان احنا نحسن من نفسنا وكده، ولكن نستغل اللي بيحصل حوالينا كحاجة نشهد بيها، نفهم ايه اللي بيحصل. يعني احنا عاوزين نستغل الامور اللي بتحصل حوالينا النهاردة عشان نتعلم منها، عشان ننضج، عشان نقدر نخطي المراحل اللي جاية. وإلا المراحل الجاية هتبقى طين لا مؤاخذة يعني، وسواد علينا كلنا لو احنا ما اتحركناش. فأي حد عنده قدرة ان هو يتكلم اطلع اتكلم، اي حد عنده قدرة ان هو يقدر يحفز الناس اطلع حفز الناس، لان احنا محتاجين ده بجد، محتاجين ده. في ناس مش واخده بالها، لازم تكون واخد بالك ان تراكم الاخطاء والطريقه الغلط اللي احنا بنفكر بيها وبنعيش بيها هي اللي ادتنا للمكان اللي احنا فيه، هي اللي بتوصلنا من اللي احنا فيه. ولو ان كان في العاب سياسيه كتير ضغطت ان هي تساعد على ده، ولكن كله بمساعده الفرد. لان لو الفرد كان ناضج وواعي للجيمز والالعاب اللي بتحصل وبتتلعب حواليه، ما كانش هنوصل لهنا. ففكرتي بالخلاصه وبالهدوء، انت مسؤوليتك ان انت تقعد مع نفسك تشوف انت كويس في ايه، وايه مهاراتك، يعني فين مهاراتك والميزة بتاعتك فين، وتطلع الميزة دي بطريقة ان المجتمع يستفيد بيها، المجتمع يستفيد منك، ان انت تقدر تضيف عشان نقدر نطلع من الوضع اللي احنا فيه. اتمنى الفيديو ده يكون فادكم. في فيديوهات تانية هنتكلم عليها على مواضيع اكتر عن الحاجات دي. ممكن تكتبوا كومنتس بالافكار اللي عندكم او التوبكس اللي انتوا حابين نتناقش فيها، لو عاوزين نتفرع شويه للحاجات دي انا ما عنديش مانع. المهم التوعيه، المهم ان احنا فعلا نفهم ان فعلا احنا ممكن نتحسن وعقده الخواجه دي تخلص. وانا هعمل فيديو مخصوص عن عقده الخواجه. شكرا لكم وهشوفكم في فيديو تاني.